هنا أنت واحد؟ أنا أنا ساكن أنا بمنزلي أنا وأخوي اثنين. أنت الآن هنا ما في أخي أنت؟ لا أخي في 4. أنت هنا واحد؟ أنا ترى متى في هناك اللي يشتغل في الشغل. السلام عليكم، أنا اسمي هدى، أنا عمري 16 سنة. اجيتوا أنا وأهلي، اجينا من سوريا من دير الزور. اجيتوا أنا وأهلي وأمي وأخواتي، صار معانا انفجار، دواعشة حاطين كمين وانفجر علينا الألغام. أمي وأخواتي، أمي وأختي وأخي توفوا وأنا صابت عيني، وإجيتوا إلى تركيا بالإسعاف. ولما إجيتوا لهون سويت العملية لعيني ورجعت تميت 2 سنين هون أنا بتركيا وما مشى حالي هون. إجيتوا هون على إنتاب على دار الأحسان دار الشفاء، سووا لي عيني والحمد لله صارت الحمد لله زينة والحمد لله بخير. وتشكرهم كتير، شكرهم كتير لأن ساعدوني بهذا الشي، والحمد لله على كل حال. والحمد لله ألف شكر لهم لأنهم ساعدوني كتير. هي أنا فتوا على تركيا لما انفجر علي الألغام، تصوبت عيني، انضربت الشبكة، ما عاد أقدر أشوف فيها. وبعدين سعفوني الجيش الحر على تركيا. لما سعفوني يعني كانت حالتي كتير خطيرة وكتير يعني ما عاد أقدر. وما بعرف إنه أهلي توفوا 3 كانوا هذا الشي مخبينه علي، وأنا كنت يعني كتير حزينة بالمستشفى بين أمي وأخواتي مو معي، طلعوا مو مخبين علي هذا الشي والحكي هذا. وأنا يعني تصوبت عيني ووشي شوية يعني صار فيه شظايا وجسمي كمان، والحمد لله يعني مش الحال وصرت أحسن. ومن اجيتوا لهون يعني تميتوا حزناني يعني تعيسة، ما أقدر بن لا أشوف فيها ولا عيني، يعني ماني مثل هالبنات، أحس حالي ناقصني شي. والحمد لله بعد ما تميتوا هون بتركيا من المشفى للمشفى ما عم يسوون شي، قالوا لي بدك مشفى خاص وما عندي قدرة يعني أمشي حالي بالمشفى الخاص. وبعد هذا الشي أنا تميته هون رحتوا على المستشفى. أول ما وصلت تركيا المشفى الريحانية أخذوني عليها، بعده مشفى الأورفة سوولي هيك عمليات تجميل وهيك، ونظفوا لي عيني والشظايا اللي كانوا بقية بجسمي ووشي. الحمد لله يعني الحمد لله هي كتبة رب العالمين على كل حال. وبعد ما جيتوا من أورفا رحتوا إلى اسطنبول كمان ما مش الحال، قالوا لي يعني بدك إحالة وبدك هيك، قلت تميت وأمشي. صار لي 2 سنين وأنا أمشي بتركيا وما حد ساوي لي شي. والحمد لله يعني جيت لهون على دار الأحسان المشفى هاي، والحمد لله هم تكفلوا لي بكل شي والحمد لله. وبتشكرهم كتير الشكر لأنهم ساووا لي هيك وساعدوني والحمد لله. وإن شاء الله يرزقهم ويعطيهم القوة لحتى يشافوا كل مرضان وكل واحد هون بعازة الدواء والعلاج. Bilindiği üzere İslam Hizmet Derneği olarak Gaziantep'te bulunan 4 katlı iyilik evimizde inşallah Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu Hüda kız kardeşimiz de yine Suriye'de hem gözünü daha da ise aynı bomba patlaması sonucu annesini ve babasını ve aynı anda bir gözünü kaybetmiş. Derizor'dan geldi, Gaziantep'e gelince inşallah bizim sahiplendik bu kız kardeşimizi de. Geline gözü bir tanesi komple çıkmıştı, gözü yokturdu. Biz bu kardeşimiz için
Göz Nuru Hastanesi'ne başvurduk ve orada gerekli tetkikler yapıldıktan sonra protez göz taktırdık kardeşimize. Şu an diğer kardeşlerimiz gibi mutluluğu gözünden okunuyor inşallah. Bu ve bunun gibi kardeşlerimiz gerçekten Suriye'de azalarını kaybeden, bunlar en iyisi. Onun dışında çocuğunu kaybeden, annesini babasını kaybeden kardeşlerimiz var. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da edeceğiz. Bu kardeşimizin de görmüş olduğunuz gibi tedavisi tamamlandı. İnşallah bayramda ailesinin yanına tekrardan dönecek.